السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم غالياتي، إن شاء الله تكونوا كامل في تمام الصحة والعافية يا رب العالمين. اليوم إن شاء الله راح نقدم لكم هذه الوصفة خفيف ظريف، وصفة بزاف سهلة وبزاف بنينة. هاد لي سيجار رايحين ترافقوهم مع الشوربة تاعكم ولا مع لاسوب، يعني تبدلوا البوراك بهاد لي سيجار وانتوما متهنيين رايحين ياكلوهم ويعجبوهم بزاف بزاف. تبعوا الوصفة معايا. راح نجيب أولا في مقلاة نحط شوية تاع الزيت كما راكم تشوفوا، يعني ماشي بزاف، غير شويه زيت قسمه. نقلي البصل تاعي والدجاج تاعنا، يعني هاد لي سيجار راح نحشيوهم بالدجاج. جبت هنا اولا حبه تاع بصل كبيره، قطعتها بهذا الشكل هذا، يعني قطعوها قطع صغيره بهذا الشكل، ولا اسكرفجوها يعني حطوها في لاشوار، بصح ديروا لها يعني غير ضربه ولا زوج في لاشوار هكذا باش يجيكم قطع كبار. نبقاو نحركوا هذاك البصل تاعنا في الزيت، نخليوه يتقلى مليح ويتكرمل حتى يبدا يذبل البصل تاعنا ويتغير اللون تاعو ويطلق هذيك الريحه تاعو المليحه، باش نضيف له صدر الدجاج. بالنسبه لصدر الدجاج انا درت فقط نصف صدر تاع دجاج، يعني نصف صدر تاع دجاج رحيته مليح في لاشوار، ودار لي هذه الكميه بزاف يعني كبيره، يعني نصف صدر تاع دجاج فقط دير لكم كميه ما شاء الله. راح نبقى نحرك بالطريقه هذه الدجاج تاعنا مع هذاك البصل كما راكم تشوفوا. من بعد راح نجيب نضيف التوابل. بالنسبه للتوابل ضفت هنا اولا ثوم بودر، شويه تاع ثوم بودر، فلفل اسود، التوابل الخاصه بالدجاج، وشويه تاع الملح. بالنسبه للملح ما نكثروش لانه توابل الدجاج اصلا فيهم الملح. وضفت شويه هنا تاع العكري هكذا باش تجينا يعني الحراره تاعنا معتدله، تجينا يجونا شويه مسكين هكذا، ما يجوناش صامتين. اللي ما يحبش الحراره طبعا يقدر ما يضيفش الحار. نخلط مليح المكونات حتى نشوف باللي كامل يعني الدجاج تاعنا تقلى مليح مع هذاك البصل وباقي المكونات، ونطفي عليه. جبت هنا بالنسبه للكريمه اللي راح نرافقها مع هاد لي سيجار تاعنا، جبت هنا علبه تاع كريم، يعني عفوا تاع ياغورت ناتور، درتها في الخلاط تاعي، ضفت عليها ثوم بودر، فلفل ابيض، ما حبيتش ندير فلفل اسود باش ما تجينيش يعني الكريمه تاعي اللون تاعها داكن. وضفت ايضا شويه تاع الخل، يعني عصره عفوا رشه صغيره تاع الخل، عصره تاع الليمون، عصره لبس بها تاع الليمون. عندي هنا زوج فصوص تاع الثوم ايضا قطعتهم قطع صغيره، درتهم لداخل في الخلاط. وضفت شويه فقط تاع الملح. وعندي هنا جبن طري، حوالي 2 ملاعق كبار تاع جبن طري. راح نخلط كلش في الخلاط، نخليوهم يتميكساو شويه مليح حتى يعني يتميكساو كامل المكونات، وايضا هذاك الثوم تاعنا يترحم مع باقي المكونات. من بعد راح نجيب الزيت نضيفها يعني من الفوق بشويه كما راكم تشوفوا، يعني الزيت راني نضيفها هكذا قليله، ونخلي الخليط تاعنا في نفس الوقت يعني يتخلط، يعني كيما نخدموا المايونيز. راح نبقى نضيف هكذا في الزيت حتى نتحصل على قوام متماسك بالطريقه هذه، يعني يكون كيما المايونيز ولا شويه ثقيل على المايونيز. تجي بزاف هايله هاد الكريمه، يعني مع داك الليمون مع الثوم تجي بزاف بزاف هايله، يعني ريحتها ما شاء الله. تقدروا ترافقوها يعني مع كامل المملحات، ماشي غير مع هاد لي سيجار. هنا رجعت للخليط تاعنا بعد ما برد شويه، جبت له شويه تاع جبن طري ومرسته مع هذاك الخليط. نحوس يعني يكون عندي خليط معسل ومتماسك هكذا باش نحشي به لي سيجار تاعنا بكل سهوله، ما يتفركتليش منه ومنه. ضفت شويه تاع الجبن، من بعد ضفت له شويه تاع الكريمه السائله. بالطريقه هذه اللي ما عندوش كريمه سائله يقدر يضيف الحليب، ولا يقدر يضيف فقط الجبن حتى يشوف يعني بلي الخليط تاعو متماسك. بالطريقه هذه حتى نتحصل على خليط متماسك. جبت الان الورق تاعنا اللي نخدموا به الطاكوس، يعني كما راكم تشوفوا هاد الورق هذو اللي نستعملوهم دائما. وراح نقسم يعني على 2، جبت يعني 3 درتهم فوق بعضهم هكذا بالتساوي، ومن بعد راح نقسم على 2. ومن بعد راح نجيب هذا تاع السيجار تاعي نقيس به، نخلي شويه اسباس ونحطه كما راكم تشوفوا، يعني الفيديو راه موضح، يعني خليت شويه اسباس وحطيت هذاك السيجار تاعي، هذاك المول تاعي تاع السيجار، ونحيت الباقي منه. بالطريقه هذه نتحصل على هذه الشرائح.
من بعد راح نجيب بالوحده ونبدا نحشيهم. قبل ما نحشيهم نحط قدامي الحوايج اللي نسحقهم. عندي اولا الغراء اللي خدمته بشويه تاع الفرينه والماء، وعندي ثاني جبن موتزاريلا كنت سكرفشتو، وطبعا الحشو تاعنا، ونسحقو بانسو صغير باش نديرو به الغراء. بالطريقه هذه راح نجيب الحشو تاعي في الحاشيه نحطه بالطريقه هذه كما يعني نخدمو البوراك بكل سهوله. نحط مليح الحشو تاعنا، ومن بعد راح نجيب نحط فوقه شويه تاع جبن تاع الموتزاريلا. تقدروا تحطوا اي جبن بغيتو، يعني جبن شيدار ولا جبن موتزاريلا كيما حبيتو. نجيب شويه تاع الغراء ندير هكذا باش نغلق الحبه تاعي، ومن بعد نقسم بالسكين يعني بكل سهوله، وراح يتشكلوا معكم دي سيجار بكل سهوله، وراحين يتماسكوا يعني مليح ما يتفتحوش مع هذاك الغراء، راحين يشدوا روحهم مليح مليح. حطيت القطعه الاولى هكذا ستفتها، بعد راح نزيد نكمل القطعه الثانيه. يعني كل يعني شريحه من هذو اللي شفتهم خدمناهم مع الاول درنا تقريبا 2 حبات تاع لي سيجار هكذا، يعني جوست ما نلوي برك الحبه تاعي تاع السيجار مره ولا 2 ونقطع هكذا باش ما تجينيش الحبه تاعي تاع السيجار خشينه بزاف. بالطريقه هذه نلوي كما شفتوا، نحاول نضغط مليح مليح هكذا باش ما يجيونيش يعني يجيوني يعني شابين الشكل تاعهم شابين هكذا، ونضغط مليح على هذيك الجهه اللي درت فيها هذيك الغراء تاع الفرينه، نغلقهم بالشكل هذا يعني بهذه الطريقه. وتقدروا ايضا تنحيوا الحواشي اللي منه ومنه، يعني كيما ساعدتكم الخدمه اخدموا، راهي سهله بزاف الخدمه كما راكم تشوفوا. هنا بالنسبه للحشو بالنسبه للجبن تقدروا ما توصلوش يعني للحاشيه منه من هكذا باش ما يخرج لكمش الفرماج في الزيت كي تكونوا تقليو. انا يعني وصلته للحاشيه وخرج لي شويه جبن في الزيت كي كنت نقلي، ولكن يعني ما ديرونجاليش عادي، ثم حمرتهم ونحيتهم كما راكم تشوفوا بالطريقه هذه. يعني راني درت معكم شحال من حبه بكل سهوله تخدموهم. تقدروا ايضا تخدموهم بالطريقه هذه وتحطوهم في الثلاجه وغدوه من ذاك باش يعني ديروهم في البيض ولا شابلير وتقليوهم كما راكم تشوفوا. ندير الغراء ومن بعد راح نغلق هكذا بالطريقه هذه حتى نكمل كامل الحبات تاعي. بالطريقه هذه كملتهم هنايا كامل. راح نجيو للمرحله المواليه هكذا باش نبداو نقليوهم. قبل ما نقليوهم راح نجوزوهم على الغراء. هذاك الغراء اولا راح نطليهم كامل بهذاك الغراء تاع الفرينه والماء. بالطريقه هذه راح يتغلقوا مليح الحبات تاعنا، وراح يجيو ايضا يعني بالطريقه هذه راح يرفدوا لنا البيض ولا شابلير مليح، يعني تجينا لاكوش تاعنا تاع القرمشه تجينا انكوش مليحه وشاده روحها مليح بالطريقه هذه كما راكم تشوفوا. بالنسبه للشابلير انا درت شويه تاع الخبز المحمص المرحي وضفت معاه شويه تاع شيبس بذوق الجبن المرحي. تقريبا انا لا شابلير تاعي اللي نخدم بها المملحات دائما نضيف لها الشيبس مرحي، خاصه بذوق يعني الجبن يجي بزاف هايل، يعطينا طعم رائع للمملحات تاعنا، وحتى القرمشه تاعهم تدوم لمده اطول كما راكم تشوفون. نجيب البانسو ونطلي كامل الحبه يعني حاجه خفيفه برك هكذا من الفوق، ومن بعد نفوتها في هذاك البيض اللي كنت خلطته مليح، ومن بعد نفوتها ايضا في الاخر على هذاك الشيبس مع الخبز المرحي بالطريقه هذه، ونضغط مليح هكذا باش ترفد لنا كميه لاباس بها من لا شابلير وتجينا يجونا الحبات تاعنا مقرمشين مليح بالطريقه هذه. نضغط مليح هكذا حتى نكمل كامل الحبات تاعنا. هنايا كي كملتهم جبت هنايا الزيت تاعنا. طبعا الزيت تكون شويه يعني غزيره وتكون ساخنه، يعني ما تحطوش الحبات تاعكم يتقلاو حتى تكون يعني الزيت سخنت مليح. راح نجيب الحبات تاعي مباشره نقليهم كيما على بالكم كلش راه طايب، يعني لا فارس تاعنا لداخل راهي طايبه، هذوك الخبزات اصلا يجيو ديجا يعني طايبين، غير فقط البيض تاعنا يشد روحو ولا شابلير تاعنا تتحمر بالطريقه هذه، وما نغفلش عليهم نبقى نقلبهم هكذا باش يتحمرونا من كامل الجهات كيف كيما قلت لكم. ممكن يخرج لكم شويه جبن منه من كي تكونوا تقليو فيهم، كيما انا كثرت الفرماج وايضا وصلت للحاشيه، ولكن عادي يعني صراحه انا ما ديرونجانيش هذاك الجبن اللي خرج لي كيما يخرج لنا كي نديروا البوراك، مرات نكثروا الجبن يخرج لنا في المقله
شوفوا البنات بالطريقه هذه، وراح نبقى نحركهم حتى يديو التحميره من الجهات كامل كيف يعني بكل سهوله تحضروهم ويجيو بزاف هايلين وما يجيوش يقهموا، يعني ما يرفدوش خلاص الزيت، عكس البوراك يرفد الزيت ويجي يقهم، ولكن هذو ما يرفدوش خلاص الزيت، يجيو يتقرمشوا يجيو بزاف بنان وكما قلت لكم ما يقهموش، يعني يعني يمشيو لكم ما شاء الله، يمشيو لكم خير من البوراك. اذا هنا بعد ما تحمروا كامل نحيتهم، شوفوا يعني يجيو شكلهم رائع ما شاء الله. لي سيجار هذو هايلين بزاف شكلا وذوقا، وقدمت معاهم يعني هذيك الكريمه اللي قلت لكم بزاف هايله، يعني احتفظوا بالوصفه هذه تاع الكريمه، تقدروا تقدموها مع جميع المملحات تاعكم. يعني هذا هو السيجار تاعنا اللي حضرناه نهار اليوم مع بعض. تقدروا كما قلت لكم يعني ترومبلاسيو البوراك بهاد لي سيجار بزاف هايلين، ما راحش تندموا على هذه الوصفه، يجيو مقرمشين بزاف بنان وما يقهموش وما يرفتوش الزيت. اذا كانت هذه وصفتنا لنهار اليوم، ما بقى لي غير نقول لكم اتهلاو في رواحكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات اخرى باذن الله تعالى. دمتم في رعايه الله وحفظه.